في كل حياة ثمة وجوه لا تأتي لتمنحنا نورا، بل لتغرس في أرواحنا ظلالا لا تنتهي. وجوه تتغذى على ضعفنا، تطيل بقاء جراحنا، وتقتات من أعمارنا كما يقتات الليل من آخر ما تبقى من النهار. نحن لا نهزم دائما بالحروب الكبيرة، بل أحيانا تهزمنا الحروب الصغيرة التي نخوضها كل يوم مع هؤلاء الذين يلوثون هواءنا بكلمة، وصمتهم أثقل من صراخهم، وضحكاتهم أقنعة لما يخفونه من سم يتسلل إلى قلوبنا. هؤلاء الذين يستهلكون أعصابنا، يسرقون طاقتنا، يحجبون عنا المعنى، لا يستحقون إلا بطاقة واحدة: كرت أحمر. كرتا نرفعه في وجوههم ليس لأننا نكرههم، بل لأننا نحب أنفسنا بما يكفي كي لا نموت ببطء في حضرة سمهم. في هذه السلسلة لن نفتح محكمة لأحد، بل مرآة لنا جميعا. كيف نتعرف إلى هؤلاء؟ وكيف نجرؤ على طردهم من حياتنا قبل أن يطردونا من ذواتنا؟ أنا رؤى الطريفي، وهذا كرت أحمر. تحية محبة واحترام. الشك لو دخل البيوت بشقق حيطانه، ولو دخل القلوب بيملاها وجع. الجملة دي من فيلم مكان في الروح لمحمد الطريفي وقفتني شديد. الثقة أبدا ما حاجة سهلة وما بتجي بين يوم وليلة. الثقة شعور بتبني بالمواقف وبالأفعال وبالزمن. لما تقول إنك واثق في زول معناها مريت معاه بتجارب كثيرة، شفت معدنه الحقيقي وفهمت إنه بيستحق ثقتك. لكن أسوأ حاجة إنك تعيش مع زول فترة طويلة ومع ذلك تلقاه دايما شاكك فيك وفي كلامك وحتى في تصرفاتك، كأنه كل شيء بتعمله محتاج تبرير وإثبات. الشك ما مجرد إحساس بسيط، الشك سوس بنخر في العلاقة كل يوم، يخلي المسافة بين الناس تكبر لحد ما كل شيء ينهار. الإنسان الشكاك لا مرتاح في حياته ولا مريح الناس القريبين منه، دايما في حالة هجوم، حاسس إنه العالم متآمر عليه وكل اللي حوالينه بيحاولوا يخدعوه. الشك ممكن يكون حاجة عادية جدا في مواقف محدودة، زي لما زول يقول لك كلام وبعد فترة يجي يقول كلام مناقض له، فهنا انت حتشك في مصداقية كلامه. أما النوع اللي بتكلم عنه هنا الشك المرضي، اللي بيكون بصورة مستمرة ومبالغ فيها حتى من غير أي أدلة، شك لمجرد الشك. بنلقى الشكاك دايما عنده نظرة مختلفة للأمور، بيشوف أي تصرف عادي كأنه مؤامرة ضده، بيقرأ الكلام بأكثر من معنى حتى لو الكلام ده كان واضح. دايما بيسأل أسئلة فيها شك مبالغ فيه. انت متأكد؟ ليه ما وريتنا شنو القصة الحقيقية؟ بحس إنه كل الناس عندهم أجندة مخفية ضده. في العلاقة مع الشخص الشكاك بتحس نفسك في جلسة تحقيق، وإنك متهم قاعد قدامه، والمفروض تثبت براءتك من حاجات انت أصلا ما عملتها ويمكن حتى ما خطرت في بالك من الأساس. عشان كده دايما خلي فيه حدود في العلاقة، وما تسمح مهما حصل للي قدامك بإنه يتمادى في الاتهامات بدون ما يكون في ما يدل. العلاقة بدون ثقة حقيقي بتكون مرهقة وبتستنزفك وما فيها أي راحة، كأنك عايش في امتحان يومي. وعلاقتك مع الإنسان الشكاك سواء كان صديق أو شريك حياة علاقة محكوم عليها بالزوال، لأنها مفتقدة لأبسط أساس في العلاقات اللي هو الثقة. وكونك ترضى بوجود إنسان شكاك في حياتك يعني إنك قبلت إنه يتخطى طوق حوالين رقبتك، وكل مرة الطوق ده حيضيق عليك لحد ما تتخلى. درجة الأذى وإنك تلقى نفسك خسرت روحك
في علاقة زي دي انت ما محتاج ليها. عشان كده طلع الشكاك برا حياتك، خفف حمول روحك وتحرر، وارفع كرت أحمر.